مسألة إن إحنا نعمل الحقن المجهري وما يحصلش نصيب ونضطر إن إحنا عايزين نعيده تاني، في الحقيقة لو المريضة عندها عدد كافي من الأجنة فإحنا بنقدر ننقل الأجنة عادي بعد شوية بتكلفة قليلة جدا، ما تجيش خمس أو سدس التكلفة اللي احنا استخدمناها أول مرة، لأن احنا بالفعل عدينا مرحلة التنشيط، عدينا مرحلة التجهيز، عدينا مرحلة سحب البويضات، عدينا مرحلة التلقيح والإخصاب في المعمل، عدينا مرحلة الأجنة اللي اوريدي اتكونت وصلت يوم ثالث أو خامس، وهننط ده كله وندخل على مرحلة النقل على طول. هنجهز المريضة بتاعتنا بأقراص قليلة وبعدين ندخل على مرحلة النقل على طول. فالمراحل اللي احنا عديناها دي كلها لما نيجي ننقل أجنة مجمدة، المراحل دي كانت برقم، فاحنا هنستغنى عن الرقم ده كله ونخش على تكلفة تجهيز المريضة نقل الأجنة على طول بإذن الله. احنا بنحاول إن احنا في مصر يبقى عندنا شركات تعمل كل الحاجات ديت بشكل محلي او بشكل عندنا هنا في مصر، واحنا لو عملناها هنقدر كمان نصدرها لبره. طبعا ده مش شغلي، ده شغل الهندسه الطبيه، ولكن يعني احيانا بنشوف مشاريع كده وربنا يكرم ان شاء الله وتكلل بالنجاح. وانتظروني لسه هتكلم في حاجات تانية تخص التسعير بتاع الحقن المجهري والتسعير بتاع الخدمه الطبيه عموما.